لو ما شفتش الجزء الأول من حكاية محمد وشروق فروح شوفه الأول. في الجزء اللي فات عرفنا مين هو محمد شعبان، وشفنا كمان مراته شروق وإزاي حملت من وراه، وده برغم إنهم كانوا مأجلين موضوع الخلفة لحد ما ظروفهم تتحسن. وعرفنا إن شروق حامل في 5 أطفال زي ما الدكاترة قالوا، بس واضح إن الدكاترة كانوا شايفين نص الحقيقة، وده لأن شروق لما بتيجي تخلف بتخلف 7 أطفال، وده علشان كان في طفلين مستخبيين ورا ال5 اللي ظهروا في السونار. وآخر حاجة شفناها إنهم نسيوا طفل في الميكروباص وهم رايحين يجيبوا لبن من وزارة الصحة. فتعالوا بينا نكمل باقي الحكاية، بس قبل ما نكمل الحكاية عاوزكم تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة إن شاء الله. بيبدأ محمد وشروق يدوروا على طفلهم اللي ناقص، فبتتصل شروق بهبة وبتسألها إذا كان نسيوا أي طفل عندها، لكن هبة بتأكد لهم إنهم أخدوا ال7 أطفال، فبيتأكدوا إنهم نسيوا الطفل في الميكروباص. فبيقرر محمد إنه ينزل علشان يدور على ابنهم، وشروق من كتر خوفها بتكون عاوزة تنزل معاه، لكن محمد بيقول لها تفضل مع الأطفال. ويا دوبك محمد بيفتح الباب بيلاقي حماه سعيد، فبياخدوا معاه وينزلوا، وبنشوف الطفل اللي بيكونوا نسيوه مع ست مسنة كانت نايمة في آخر الميكروباص. فبتنزل من الميكروباص وبتسأل السواق عليهم، لكن السواق ما بيكونش عارفهم، فبتعرض عليه ياخد الطفل ويخليه معاه، وده لأنها رايحة لدكتور مسالك علشان عندها حصوة في المثانة ومش هينفع تاخده، لكن السواق ما بيرضاش ياخد منها الطفل، فبتاخده معاها. بعدها بيكلم محمد شوقي صاحبه علشان يجيله، فبيلاقيه في البحيرة، وده لأن خالته توفت الصبح. وبعد شوية بيوصل محمد على الموقف وبيسأل سواق إذا كان في حد لقى طفل صغير في الميكروباص بتاعه، لكن السواق بيقول له إنه ما يعرفش والأحسن إنه يسأل كبير الموقف. ولما بيروحوا لكبير الموقف بيقول لهم إن مواصفات الميكروباص اللي قالها محمد مش تبع الموقف ده. بعدها بيروح محمد يعمل بلاغ في الاسم، وبيعرف الضابط إن ابنه تاه منه في الميكروباص، فبيقول له الضابط إنه لو مشي ورا كلامه هيعمل له محضر إهمال، فبيقول له محمد إنه موافق، بس المهم إنهم يرجعوا ابنه. وبالفعل بيعمل الضابط محضر، وبرضه ما بيقدرش يساعدهم. أما شروق فكانت قاعدة في البيت تعيط ومعاها زميلتها نرمين اللي بتنصحها تنزل صورة الطفل على جروب من جروبات الأطفال المفقودين، ولأن مش معاهم أي صور للطفل بتصور نرمين واحد من الأطفال وتنزل صورته. بعدها بيقترح سعيد على محمد إنهم يروحوا المكان اللي ركبوا منه ويجرب كل الميكروباصات، وفعلا بيروحوا وبيوقفوا كل ميكروباص أبيض ونص اللي تحت أزرق، وبيدخل محمد يجرب المكان اللي كان قاعد فيه في الميكروباص، وميكروباص في التاني في التالت في الرابع في الخامس في السادس في السابع، وأخيرا بيكون هو ده الميكروباص اللي كانوا راكبينه. وبيعرفهم السواق إن طفلهم مع ست مسنة، لكنه ما يعرفش عنها أي حاجة غير إنها كانت رايحة تكشف عند دكتور مسالك في نفس المنطقة اللي نزلت فيها. فبيقول له محمد يوديهم على المكان ده. ومن الناحية التانية بتكلم صفحة نرمين وبتقول لها إن في ممرضة استلمت النهارده طفل حديث الولادة مجهول الهوية، فبتقول لها شروق تاخد اسم ممرضة وعنوان المستشفى، وبتتصل على محمد تقول له المعلومات اللي وصلت لها، وبتقول له يروح يشوف المستشفى. فبيقول لها محمد إن هو كمان وصل لخيط يوصلهم للست اللي ابنهم كان معاها، فالأحسن إنها تسيب الأطفال مع نرمين وتروح هي المستشفى تشوف الطفل، وده علشان يبقوا ماشيين في الاتجاهين. بعدها بيروح محمد وسعيد لدكتور مسالك، لكنهم ما بيلاقوش الست عنده، وبيسأل محمد الدكتور على دكتور مسالك تاني في نفس المنطقة، فبيقول لهم إن في واحد في العمارة اللي جنبهم. وفي نفس الوقت بتوصل شروق المستشفى وبيكون الأسانسير عطلان، فبتطلع للدور الخامس على السلم. أما محمد فبيروح للدكتور التاني وبتقول له السكرتيرة إن الدكتور لسه ما دخلوش غير واحد بس، فيدور على الست اللي عاوزها في اللي قاعدين. ولما محمد بيدور بيلاقي الست وابنه معاها، فبيفرح محمد جدا وبيشكرها. أما شروق فبتوصل للحضانة، ولما بتخرج لها الممرضة الطفل بتقول لها شروق إن ده ابنها، فبتقول لها الممرضة إنهم هيروحوا لنقطة شرطة المستشفى ومن هناك هتستلم ابنها رسمي. وبتمضي شروق هناك على إقرار استلام، وبتستلم الطفل وتخرج من المستشفى. وبتتصل شروق على محمد، وأول ما بيرد بيقول الاتنين مع بعض في نفس الوقت أنا لقيت ابننا. ولما بيروحوا بيلوم محمد شروق إنها استلمت الطفل، فبتقول له إنهم شبه بعض جدا، فبيقول لها طب واللبس اللي متغير؟ فبتقول له شروق أنا افتكرت إنهم غيروه له في المستشفى. بعدها بياخد محمد الطفل وبيروح القسم، وبيقول للظابط إنه لقى طفل زيادة وعاوز يرجعه، فبيزهق الظابط عليه، وده لأنه كل شوية يجي له في حاجة شكل، مرة مخلف 7 أطفال، ومرة طفل تايه في الميكروباص، ودلوقتي جاي له بطفل زيادة، وبيطرده بره وما بياخدش منه الطفل. بعدها بيروح محمد لشرطة المستشفى اللي استلموا منها الطفل، لكنه برضه ما بيرضاش يستلموا منه، وده لأن شروق ماضية في محضر الاستلام إن محمد أبوه. فبيخرج محمد من عنده وبيروح يحط الطفل قدام باب مسجد وبيمشي، لكنه ما بيقدرش يستحمل وبيرجع تاني ياخد الطفل، وبيروح لشروق ويقول لها مش هتفرق 7 من 8، وبيقرروا مع بعض إنهم يحتفظوا بالطفل لحد ما يعرفوا يوصلوا لأهله، أو على الأقل يلاقوا مكان كويس يخلي باله منه. وبتقول شروق إنها تخلي نرمين تنزل صوره على أي جروب من جروبات الأطفال، وبتسيب محمد مع الطفل وتروح تشوف باقي الأطفال. وبرغم كل اللي هم فيه ده وفي عز ما محمد ما كانش عارف هيجيب حتى
تذكرة المترو علشان يروح الشغل تاني يوم ازاي، بتوري له شروق الفلوس اللي اديتها لها نرمين. فبيفرح محمد جدا وبياخد نفسه. وكمان شروق بتقول له انها قالت لاصحابها يشوفوا لها اي شغل فريلانس من البيت، وانها لازم تعمل اي حاجه علشان تعرف تقف جنبه. فبيشكرها محمد انها موجوده في حياته، وبيفضلوا يهزروا سوا وبعدين بيناموا. تاني يوم بيكون محمد مع عميله، بيفضل يشرح لها ان المشكله مش في الراوتر، وان المشكله في خط الارض، وهو عمل لها شكوى في السنترال وما يقدرش يعمل اكتر من كده. فبتقول له انها مش هتمشي من هنا الا لما مشكلتها تتحل، وبتغلط فيه وبتقول له انه مش بيفهم. فبينفعل محمد عليها، وقبل ما يكمل كلامه معاها بيقاطعه جمال المدير وبيعتذر لها، وبياخدها معاه المكتب علشان يحل مشكلتها. وفي البيت بيجي سعيد زياره لشروق، وبيكون معاه الحاج ربيع الفكهاني، وبيكون الحاج ربيع عاوز منها تصميم يافطه للمحل بتاعه. فبتوريه شويه تصاميم لكنهم ما بيعجبوهوش، وبيقول لها انه عاوز يافطه حمراء ومكتوب عليها فكهاني الربيع، وعلى اليمين تحط صورته وعلى الشمال تحط صوره ابنه. ويا سلام لو ابنه طالع من الفاكهه. اما محمد فبيعنفه المدير جدا، وبيفضل محمد يقول له انه ما غلطش، وان العامله هي اللي غلطت، وهو بنفسه سمع اللي حصل. لكن جمال برضه بيكمل عليه وبيقول له ان ده اخر انذار ليه. ومن الناحيه الثانيه بيكون عم ربيع فاكر ان شروق هتعمل الديزاين وتجيب الماتيريال وتطلع له اليافطه كامله. فبتاخد شروق باباها على جنب وبتقول له انها هتتصرف وخلاص مش عايزه شغل تاني. بعدها بيروح محمد وبتقول له شروق ان الدكتوره نور اللي ولدتها كلمتها، وده لان المذيعه هدى الايوبي عاوزه تستضيفهم في البرنامج بتاعها علشان شافت الصوره بتاعتهم على صفحه الدكتوره نور. فما بيرحبش محمد بالفكره، وبيقول لشروق تكلم فريق الاعداد وتعتذر لهم، وده لانهم مش هيستفيدوا حاجه غير الشحطه بالاطفال. فبتقعد مع شروق وتفهمه، وبتقول له ان ده اكبر برنامج في مصر وهنعرف فيه نتكلم عن مشاكلنا كلها، واحتمال وقتها حد يسمعنا ويساعدنا. فبيفرح محمد وبيقول لها عندك حق، انا ما فكرتش في الموضوع كده خالص. وبالليل بيكون محمد قاعد في البلكونه ولسه هيبدا كتابه، بتجيله شروق وتقول له ان في طفلين تعبانين، واحد سخن وواحد بيرجع. فبيروح محمد لدكتور اطفال في العماره اللي وراهم، وبيقول له يجي يكشف على الاطفال. ولما بيجي ما بتكونش شروق عارفه بالظبط انهي طفلين اللي تعبانين، فبيكشف الدكتور على ال8 وبيكتب ادويه للاثنين التعبانين، وكتر خيره ما بيرضاش ياخد فلوس من محمد وبيقول له ربنا يعينك. ولما بيمشي بيروح محمد يجيب الادويه، وبتكون ب 450 جنيه، وبيكون باقي معاهم بالظبط 1200 جنيه، وكل املهم في البرنامج انه ينقلهم نقله تانية. وبعد فتره بيكون ميعاد البرنامج، وبتجهز شروق هي ومحمد وسعيد، وبينزلوا يركبوا مع العربيه الخاصه بالبرنامج، وبيوصلوا على غرفه الانتظار. وبيجي المعد وبيقول لهم ان المذيعه دلوقتي بتصور فقره مع ضيف تاني وهم الفقره اللي بعدها على طول. وبعد شويه بتكون فقرتهم خلاص جت وهيدخلوا، فبتبدا المذيعه تقدمهم، فبتقول اسامي الاطفال. ولما بتسمع شروق الاسامي بتستغرب جدا، وتقول للمعد دول مش اسماء ولادنا. فبيقول لها ان دي الاسماء اللي محمد بعتهم له، وبيوريها في الموبايل شهادات الميلاد اللي بعتها محمد. فبتفضل شروق تلوم محمد، فبيقول لها محمد ان وقتها كان مستعجل فما افتكرش كل الاسامي. فبتقول له انه ما سماش ولا اسم من اللي كانوا مختارينه اصلا، وبتتخانق معاه وبتدي العيل لباباها وبتكون هتمشي. فبيحاول المعد يهديها، فبتقول له طز فيك وفي البرنامج وفي المذيعه، انا مش هصور. لكنهم برضه بيحاولوا يهدوها علشان الحلقه ما تبصش. بس شروق ما بتهداش وبتفضل تجيب لمحمد القديم والجديد، وبتكون عاوزه تمشي. وفي الاخر بتهدى لما محمد بيوعدها انه هينزل بكره يغير اسماء الاطفال، وبيبدا البرنامج. وبتقول المذيعه لمحمد يعرف نفسه، وبعد ما بيقول هو مين وشغال فين بيقول انه كمان دلوقتي شغال على اوبر، وبيحب الكتابه من وهو صغير ودي هوايه عنده، وبيبدا يتكلم عن المشاكل. فبتقول له المذيعه اهدى دلوقتي، ده سؤال لوحده في الفقره. بعدها بتخلي شروق تعرف نفسها، وبعد ما بتعرف نفسها بيوقفوا تصوير، وبتقول لهم المذيعه ان السؤال الجاي هيبقى عن المشاكل اللي واجهتهم بعد الولاده. فبيبدا محمد وشروق يجهزوا نفسهم للاجابه، ولما بيجي يجاوب بتعيط الاطفال، فبيوقف المخرج تصوير وبيزعق لهم، فبيبدلوا الاطفال بعرايس لعبه. ولما كل حاجه بتبقى جاهزه بيبدا محمد يجاوب، وبيتكلم عن كل اللي بيواجهوه من اول ما فكر ينزل الحمل مرورا بمشاكل اللبن والبامبرز، والنوم على الاقل بيحتاجوا شهريا مش اقل من 35,000. فبتوقف المذيعه تصوير وبتقول لمحمد ان كل اللي بيقوله كئيب واحنا عاوزين نعمل حلقه لذيذه. فبيقول لها محمد ما هي دي المشاكل بتاعتنا. فبتقول له المذيعه انا قصدي المشاكل اللذيذه، زي مثلا مش بتعرفوا تناموا كويس، بتتخانقوا مين يشيل الاطفال ومين لا، ووقتها احلام محمد وشروق بتتحطم. فبيقول لها محمد انه اصلا جاي البرنامج علشان يتكلم في المشاكل بتاعته، وان محدش ابدا حاسس بيهم، من اصحاب البيت اللي رفعوا الايجار، ولا مدير اللي كل شويه يديله جزء ويخصم له من غير سبب، للصيدلي والسوبر ماركت اللي كل يوم يغلوا عليه سعر الحاجه. فبتقول له المذيعه ان الكلام ده ما ينفعش في البرنامج بتاعها، وده لان البرنامج ده بيسلي الناس مش بينكد عليهم، انما المشاكل دي ممكن تقولها لي انا بعد البرنامج، وانا هعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه، ودلوقتي هقول لكم بالظبط الاجابات اللي تقولوها من غير ما تزودوا عليها. فبيبدا محمد يكذب وبيقول كل الكلام اللي المذيعه عاوزاه يقوله. وبعد البرنامج بتقدم لهم المذيعه هديه من البرنامج اللي بتكون مراية الاطفال. فبيسيب محمد
المرايل وبيروح للمذيعة علشان يقول لها على مشاكلهم. فبتندى على أيمن المعد وتقول له يسمع مشاكلهم ويعمل لهم كل اللي هم عاوزينه. فبيديها محمد فيلم هو كاتبه توصله بس لحد من الفنانين اللي بتستضيفهم، فبتديه لأيمن. وبعد ما بيحكي محمد لأيمن مشاكله بيقول له إنه هيوصل كل اللي قاله للمذيعة هدى. فبيأكد عليه محمد تاني في موضوع الفيلم، فبيقول له ما يقلقش. ولما محمد بيمشي بيرمي أيمن الفيلم على الترابيزة. وبعد شوية بيروحوا البيت وما بيكونش معاهم غير 150 جنيه بالظبط، وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه. فبتقول شروق لمحمد ان الحل الوحيد اللي قدامهم ان هو يسافر، وهي هتكلم له واحده صاحبتها تشوف له شغل لان اخوها شغال في السعوديه. فبيوافق محمد وهو متضايق. تاني يوم بيقول له شوقي ان شروق كلامها صح وان السفر هو الحل من الاول. انت فاكر نفسك هتنجح وتبقى مؤلف مشهور؟ فبيقول له محمد مش الكتابه بس اللي منعاني من السفر، انا بخاف من الغربه وما بحبش ابدا ابقى بعيد عن الاماكن والاشخاص اللي بحبها. فبيقول له شوقي ازاي وانت طول عمرك بتحب تقعد لوحدك وبتختفي بالاسبوعين واكتر ومحدش يعرف عنك اي حاجه؟ فبيقول له انت عندك حق، بس احساس ان اجي اتكلم معاك في اي وقت ما يتوصفش. انا بحب اقعد لوحدي لكن في نفس الوقت ما بحبش الوحده. فبيقول له شوقي انت بتقول كلام عكس بعضه، سافر وما تبقاش ساذج. وخلاص محمد بيقتنع بالسفر. وبالليل بيقول لي شروق هيجيبوا فلوس مصاريفهم منين لحد ميعاد السفر، وكمان تحضير الاوراق هيحتاج فلوس. فبتقول له شروق انها هتستلف من باباها، رغم ان محمد بيكون رافض تماما فكره الاستلاف من اي حد مهما كان، الا انه بيضطر يوافق. تاني يوم بيكون باباها عندهم في البيت وبتطلب منه شروق يسلفهم فلوس. فبيفضل يقطم في محمد كالعاده ويقول عليه فاشل. فبتقول له شروق ان 7 عيال كتير وفوق طاقه اي حد. فبيعتذر لها باباها وبيقول لها ان اي كلام بيقوله بيبقى علشان يداري بيه قله حيلته، وكل اللي بيملكه هو المعاش بتاعه 3600 جنيه. ولما بيجي عندهم علشان يتغدى او يتعشى ما كانش بيبقى عنده اي اكل في البيت. انا كل الفلوس اللي كانت معايا صرفتها على جهازك، ده انا حتى يوم فرحك استلفت 2000 جنيه من خالك علشان يبقوا معايا. وبيديها اخر 300 جنيه معاه. بعدها بيروح محمد ياخد قرض، لكن القرض بيترفض، وده لانه ما عندهوش اي ضمانات. وبيحاول يستلف من هبه لكن برضه ما بيكونش معاها اي فلوس. ولما بيروح علشان يستلف من شوقي بترن مراته عليه وبتقول له على مصاريف المدرسه، وشوقي بيفضل يقول لها اجيب منين. فبيسيبه محمد ويمشي. ولما بيروح البيت بيقول لشروق انهم ممكن يبيعوا اي حاجه ما بيستعملوهاش، وبيبداوا يبيعوا في عفش البيت. وبيبدا محمد يجهز اوراق السفر، وبيكونوا تقريبا باعوا كل حاجه في البيت. واخيرا بيطلع محمد الباسبور وياخد التاشيره. وبعدها على طول بيروح يقدم استقالته من الشغل وبيودعهم. وبيروح مع شوقي يجيب تذكره الطيران. وبعدين بيرجع لشروق البيت وبيكون معاه طيارته بعد بكره الفجر. فبيقعد مع شروق وبيسيب لها 15000 لحد ما يسافر، وهيبعت لها فلوس في اقرب وقت. وبتفاجئ شروق بتذكرتين للعرض الخاص بتاع فيلم النصيب كخروجه يعني علشان تودعه، واللي المؤلف بتاعه بيكون طارق الميداني، وده مؤلف محمد المفضل. وبتقول له ان معتز خطيب نرمين هو اللي مصمم بوستر الفيلم فاخد التذكرتين دول، وهم مش هيروحوا الفيلم، فانا اخدتهم وقلت لنرمين تقعد بالعيال. بعدها بيوصلوا لمكان العرض وبيشوفوا هناك الممثل محمد فراج بطل الفيلم. بعدها بيخشوا صاله العرض، ولما بيبدا الفيلم بيستغرب محمد، وده لانه كاتب نفس الكلام اللي في الفيلم بالظبط، ومع مرور المشاهد بتتشابه بالظبط مع فيلم كان كاتبه محمد، لدرجه انه بيقول كلام البطل قبل ما يقوله. وبيكون محمد هيتجنن، وبيقول لشروق انه كان بعت الفيلم ده على الواتس لطارق الميداني وقت ما كانت حامل. وبيتعصب جدا وبيقوم يزعق ويقول الفيلم ده بتاعي والمؤلف سرقه مني. فبيقوم طارق الميداني وبيقول انه ما يعرفهوش. فبيتعصب محمد اكتر وبيروح قدامه وبيقول له ليه عملت كده يا استاذ طارق؟ ده انا كنت بتمنى اكون مكانك والناس بتتفرج على حاجه انا كاتبها وتعبان فيها. فبيقول طارق للامن يخرجوه بره، وبيحاول فراج يهدي محمد وبيقول له ممكن يكون حصل كتوارد خواطر. فبيطلع محمد موبايله وبيوري الناس الواتساب اللي بينهم، وبيكون عليه كل الافلام اللي بعتها له، ومن ضمنهم الفيلم ده. هو بس غير اسم الفيلم واسماء الشخصيات، واخر ما بيزهق بيقول اللي حصل في نهايه الفيلم، لكن الامن بياخدوه علشان يخرجوه بره. طارق الميداني بقى يسكت؟ لا ما بيسكتش، بيقول لمحمد انا اسرق منك انت بالنسبه لي مجرد حشره. فبيزق محمد الامن وياخد العصايه بتاعتهم وبيروح يضربوا بيها، وبيقع طارق الميداني على الارض متعور وما بينطقش، وبيقول له فراج انه مات. بعدها بنشوف طارق الميداني عايش وفي الاسم، وبيعمل لمحمد محضر وما بيرضاش يتنازل عنه. فبيحاول محمد يدافع عن نفسه وبيقول للظابط ان هو كمان عاوز يعمل فيه محضر، وده لانه سرق الفيلم بتاعه. فبيقول له الظابط ان الموضوع خلاص هيروح النيابه، وهناك يعمل اللي هو عاوزه. وفي النيابه بتستنى شروق وحماس عيد بره، ولما بيخرج محمد بيقول لهم المحامي انه خرج بكفاله، وهو هيحاول يحل الموضوع ودي لكن محتاج شويه وقت. فبتقول له شروق يعني كده محمد هيقدر يسافر ولا ايه؟ ده طيارته بكره. فبيقول لها ما ينفعش، وده لانه على ذمه قضيه. فبتفضل شروق تلوم محمد وبتقول له ده كان اخر حل عندنا، هنصرف دلوقتي على عيالنا ازاي؟ فبيقول لها محمد انت كل همك موضوع السفر بس. فبتقول له شروق انت لما ضربته استفدت ايه؟ وبيبداوا يتخانقوا سوا وصوتهم بيعلى جدا، وبتقول له شروق انت كاتب فاشل وزوج فاشل واب فاشل. فبيقول لها محمد انا لو فشلت في حاجه فعلا فانا
أنا فشلت لما فكرت أتجوزك. فبتسيبه شروق وتمشي. ولما محمد بيخرج بيفضل ماشي في الشوارع يفكر لحد ما بيروح لوحدة الغسيل الكلوي في المستشفى، وهناك بيقابل ممرضة كانت قالت له مرة إنها تعرف حد بيجيب متبرعين بالكلى، وبيعرفها إنه عاوز يبيع كليته. بعدها بيروح البيت وبيحاول يكلم شروق اللي بتكون سابت البيت ومشيت وراحت عند باباها، لكنها ما بتردش عليه. تاني يوم بيروح يقابل عبد المنعم، وده الشخص اللي جابته له الممرضة، وبيقول له عبد المنعم كل المعلومات اللي عاوز يعرفها عن التبرع من تحاليل وسعر إلى آخره، وبيعرفه إنه بالميت هياخد بتاع 200,000 جنيه، والسعر ممكن يزيد على حسب المريض، وبيطمنه إن في ناس كتير عملت العملية دي وعايشين وزي الفل. بعدها بيروح محمد لسعيد علشان يحاول يصالح شروق، لكن سعيد ما بيرضاش يخليه يشوفها أصلا. بعدها بيروح محمد وعبد المنعم يقابلوا الجزار منصور علشان يشتري الكلية، وبيكون عاوزها لوالده علشان تعبان، وبيتفق معاه عبد المنعم على 270,000 حق الكلية. بعدها بيروح المستشفى علشان يعملوا التحاليل، وده علشان يعرفوا كلية محمد هتتوافق مع كلية والده ولا لا. وهناك بيأكد عبد المنعم على محمد تاني، وبيقول له لو عاوز ترجع في كلامك قول من دلوقتي علشان بعد كده مفيش رجوع. لكن محمد بيقول له انه مش هيرجع في كلامه، فبيخليه عبد المنعم يمضي على وصل امانه ب 150,000 حق التحاليل، وبيقول له ان الوصولات دي هتبقى معايا وهديها لك في ايدك اول ما تخش العمليات. وبيبدأ محمد يعمل التحاليل والاشعه وكل اللازم، وبعد ما بيخلص بيكلم شروق تاني لكنها برضه ما بتردش. بعدها بيكلم ايمن المعد بتاع البرنامج سعيد، وبيعرفه ان الحلقه هتتذاع النهارده الساعه 8. اما محمد فبيروح لشوقي، فبيطمن عليه شوقي لانه مختفي بقاله كذا يوم، وبيقول له تعالى اما نخش للمدير ونكلمه يتوسط لك وان شاء الله ترجع الشغل تاني. فبيقول له محمد هو اصلا ما صدق اني سبت الشغل، فبيحاول شوقي يقنعه لكن محمد بيقطع كلامه، وبيقول له احلف ان السر اللي هقوله لك دلوقتي ما تقولهوش لحد، وبيعرفه انه هيبيع كليته. فبينفعل عليه شوقي وبياخده ويخرجوا بره، وبيقول له حرام عليك، كليتك ملك ربنا مش ملكك، انت عاوز فلوس كام وانا هتصرف لك. فبيقول له مش هتعرف تتصرف لي في 250,000 جنيه، انا بس بقول لك دلوقتي علشان تكون جنبي بكره في ميعاد العمليه. فبينفعل عليه شوقي اكتر وبيقول له انت ليه بتتصرف من دماغك. فبيقول له محمد انت اللي هتستلم الفلوس وانا في العمليه، ولو حصل لي حاجه ادي الفلوس لشروق. فبيقول له شوقي انا مش هشارك في الجنان ده. فبيقول له محمد ده مش بمزاجك، انا ماليش غيرك ولازم تبقى جنبي. وبالليل بيبدا البرنامج بتاع هدى الايوبي، وفي نفس الوقت بيوصل محمد على المستشفى مع شوقي، واول ما بيوصل بياخد عبد المنعم ومنصور محمد ويخشوا المستشفى. وفي المستشفى بيسال شوقي عبد المنعم مش المفروض بيع الاعضاء ممنوع، ازاي بيتعمل عادي في المستشفى وبشكل رسمي. فبيقول له عبد المنعم انهم بيعملوا لعبه صغيره بتخلي الموضوع يتم عادي في اي مستشفى، بيخلوا المتبرع يروح الشهر العقاري وهناك بيكتب اقرار على نفسه انه بيتبرع بكليته لفلان بدون مقابل، ومادام اخد الورقه دي يبقى كده الموضوع رسمي وقانوني. لكن بينهم وبين بعض بيكونوا متفقين من تحت الترابيزه. وبعد شويه بيسيبهم عبد المنعم ويمشي، وبيمشي وراه شوقي وبيقول لمحمد انه هيجيله بكره قبل العمليه، وبينام محمد. بعدها بنشوف شخص بيتفرج على البرنامج اللي فيه محمد وشروق، وبيطلع الشخص ده وزير التضامن، وبيطلب من مساعده علاء يكلمهم علشان يقابلهم بكره قبل ميعاد طيارته، وبيحاول على انه يوصل لهم لكن شروق ما بتردش على ارقام غريبه ومحمد موبايله غير متاح. تاني يوم بيكون جه ميعاد العمليه، فبتدي الممرضه لمحمد اللبس اللي هيلبسه، وقبل ما بيخش محمد غرفه العمليات بيكلم شروق لكن برضه ما بتردش، فبيفضل يكلمها تاني لحد ما ترد، ولما بترد بتزهق عليه وبتقول له لو عندك حاجه تقدمها لعيالك قول لي، غير كده ما تكلمنيش. بعدها بيسال الوزير علاء اذا كان كلم محمد وشروق، لكن علاء بيقول له انه ما عرفش يوصل لهم، فبيقول له يحاول معاهم تاني. ولما بيتصل عليهم بتكون شروق غير متاح، ومحمد بيكون سايب موبايله وداخل اوضه العمليات، فبيقول له علاء ان ممكن يجيب رقم الراجل اللي كان معاهم ويكلمه، واللي بيكون سعيد ابو شروق. ولما بيكلمه بيخليه صحي شروق علشان تكلمه، وبيقول لها ان الوزير عاوز يقابلهم النهارده الساعه 1:30. اما شوقي فبياخد وصولات الامانه بتاع محمد من عبد المنعم، وبيكونوا في البنك علشان يستلم الفلوس، ومحمد بيكون في اوضه العمليات، فبيسالوا الدكتور على اخر تقرير، فبيقول له محمد انه في الاوضه، فبتروح الممرضه تجيبه، وبتكون في الوقت ده شروق بترن عليه، فبتكلمها الممرضه وبتقول لها ان محمد دلوقتي في اوضه العمليات علشان هيتبرع بكليته، وبتقفل معاها. فما بتستوعبش شروق اي حاجه من اللي سمعتها، وبترن على شوقي اللي بيعرفها كل حاجه. ولما شروق بتقول له على موضوع وزير التضامن بيقفل معاها، وبيروح المستشفى بسرعه علشان يلحق محمد، وبيتنكر في لبس دكتور علشان يعرف يعدي من قدام منصور، وبيخش يوقف الدكاتره قبل ما يدوا محمد البنج. وعلشان يقدر يوقف العمليه بيقول لهم ان محمد مريض ايدز، ومحمد ما بيكونش فاهم اي حاجه، فبيقرب منه شوقي وبيقول له ان وزير التضامن مستنيه دلوقتي هو وشروق في مكتبه، وبيهربوا بسرعه من منصور. ولما بيخرجوا بره بتكون شروق وسعيد مستنيينهم، وبيركبوا كلهم العربيه ويمشوا. وفي العربيه بتفضل شروق تأنب نفسها على اللي محمد كان هيعمله، وبتفضل تعتذر له كتير، وعلشان محمد معهوش لبس ولابس لبس المستشفى بياخد بنطلون شوقي وقميص سعيد. وبعد معاناه في الطريق بيوصل محمد وشروق
وشروق على وزارة التضامن قبل 20 دقيقة من الميعاد، لكن الموظف بيقول لهم إن الوزير اتنقل من شهرين لمكتبه الجديد في العاصمة الإدارية، فبيخرجوا محبطين، وبيلوم محمد شروق إنها ما أخدتش بالها إن الميعاد في العاصمة الإدارية، وبيقول لها إن من هنا للعاصمة الإدارية على الأقل ساعة، فإيه العمل دلوقتي؟ وشروق طبعا ما بتسكتش، بتقول له ما أنت كنت مسافر وكل حاجة كانت تمام، إيه لازمتها تضرب المؤلف؟ وبيتخانقوا هما الاتنين، فبيهديهم سعيد وبيقول لهم إن كلم مكتب الوزير وقال لهم على اللي حصل، وهو سمح لهم بكمان نص ساعة، فبيتحركوا بسرعة، وقبل ما يوصلوا لمكتب الوزير العربية بتعطل، فبينزل محمد يشوفها وما بيعرفش يعمل فيها أي حاجة، فبيكمل هو وشروق جري وبيسيبوا سعيد مع العربية، وأخيرا وبعد معاناة طويلة بيوصلوا، وبيقول لهم علاء إنهم اتأخروا خلاص ومش هينفع يقابلوا الوزير، وده لأن عربيته جهزت وخلاص هيمشي علشان يلحق الطيارة، لكن في نفس اللحظة بيكلم الوزير علاء وبيقول له إن السفرية اتلغت، فبيبلغوا علاء إن محمد وشروق جم، فبيقول له الوزير يخليهم يدخلوا يقابلوه، ولما بيدخلوا للوزير بيقول لهم إنه شاف حلقة البرنامج وقرر إنه يساعدهم، وممكن الوزارة توفر لهم بامبرز ولبن وماء غريب، ومساعدته ليهم دي لسببين، السبب الأول سبب إنساني، والتاني إنه محتاجهم في دعم سياسة تنظيم الأسرة، وده عن طريق برامج تطلعوا تتكلموا فيها عن مشاكلكم الحقيقية، وبيقول لهم أنا كده خلصت كلامي ودلوقتي محتاج أسمع مشاكلكم، فبيبدأوا يحكوا له كل مشاكلهم من أولها لآخرها، والوزير بيفضل يسمعهم، وفي النهاية بيطلع قرار وزاري جديد، وفي القرار ده بيصرف لمحمد وشروق لبن وبامبرز وماء غريب ل7 أطفال، وبيقول لمحمد بالنسبة للشغل فأنا هطلب من الوزارة إنهم يوفروا لك وظيفة هنا، وشروق ممكن تشتغل جرافيك ديزاينر في تيم السوشيال ميديا بتاع الوزارة من البيت، وبالنسبة للطفل الثامن فالوزارة هتستلمه منكم وهنعمل معاه كل اللي المفروض يتعمل، فبيفرح محمد وشروق جدا، لكن زي ما احنا عارفين ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقبل ما الوزير بيمضي القرار الوزاري بيرن التليفون بتاعه، ولما بيرد بيقولوا له انه اتقال من الوزارة، فبيقوم يمشي وما بيقدرش حتى انه يقول لمحمد وشروق، وبيخش علاء يبلغهم الخبر، فبيضحك محمد وشروق بهستيريا على اللي حصل، ولما بيخرجوا من هناك بيفضلوا يهزروا سوا، وفي الاخر بيكون احمد مكي ضيف برنامج هدى الايوبي، وفي غرفة الانتظار بيشوف السيناريو بتاع محمد، فبيفتحه وبيبدأ يقرأ فيه، وبيكون واضح عليه كده ان السيناريو عجبه، وبس كده هنا تكون خلصت حكاية محمد وشروق، استنونا في ملخصات تانية كتير في الايام اللي جاية ان شاء الله، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واللايك والاشتراك والحاجات الجميلة دي، والسلام.